عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. النهارده هنعمل الفراخ المشوية بس بحشوة مختلفة شوية عن الحشوات اللي انا نزلتها قبل كده على القناة، بس حشوة جميلة جدا. ويا ريت بقى لو الحشوة ديت عملتيها من بالليل وهتصبحي الصبح مثلا، يعني تغيب فترة طويلة. بس للأسف أنا جات لي ظروف مستعجلة وشغل وناس صناعية وكده، فمضطرة ان انا اعملها يعني على طول بنفس الحشوة برضو، بس مش هتغيب قوي في التتبيلة بتاعتها. تمام، هنشوف بقى معانا ايه. انا معايا هنا يعني ايه، ممكن نقول 3 بصلات وسط، بس هم طبعا عشان صغيرين مقطعين، و4 5 طماطمات، وقرنين فلفل، و3 4 5 فصوص توم يعني كده يا جماعه، او معلقه توم مفروم. وهبدا ان انا احط كل ده في الخلاط ونضربه على بعض. هضرب كل ده في قلب الخلاط كده، علشان هنضرب بقى كله مش في الكبة بقى. لو حابه تعمليه في الكبة عادي، بس انا هعمله في الخلاط عشان الطماطم. وبصراحه لان الكبة بتاعتي مش شفشه، انا كبتي مونونكس، فما بتاخدش كتير. فانا بقى هلخص كده ونعمله في نعمله بقى في الخلاط. تمام، وهنشوف لسه برضو التوابل بتاعتنا. والفراخ طبعا انا غسلها كويس قوي. انا غسله الفراخ بالخل والجنزبيل والليمون. الجنزبيل تحفه 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 في غسيل اللحوم. وهعمل معاكم كمان وصفه برضو جميله جدا هتحبوها. تابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا ايه وصفتنا كمان التحفه اللي معايا. وهنعمل ايه بقى النهارده في روتين النهارده وشغل النهارده. تمام كده، نجيب بقى التوم بتاعنا وكوبايه ميه بس عشان خاطر الطماطم والحاجات الصلبه كده اللي معايا. كده اهو يا حبايبي، كوبايه ميه. بسم الله. وهضرب ده بقى في الخلاط. انا كده خلاص مش محتاجه انا بقى ده. هصفي. انا كنت نقع الفراخ بالجنزبيل والليمون. تمام، وكمان اهو يا حبايبي دي الفراخ بتاعتي انا نقعتها بالجنزبيل والليمون والخل. ما حطيتش عليها بصراحه ملح، بس اللي حابب يحط ملح يعني عادي ممكن تحط كمان ملح. انا بقى هصفيها وارجع تاني واوريها لكم ونشوف هنعمل ايه. اخويا يا جماعه دول فرختين، فانا يعني غسلتهم كويس وصفيتهم. هنجيب بقى الخلطه بتاعتنا دي اللي احنا عملناها دي، ونفضيها بسم الله في طبق كده او بوله. ثانيه واحده نجيب شويه ميه في البوله. امسح بس اللي هو الشفشق ده كده. تمام، نيجي بقى نجيب التوابل بتاعتنا. انا هحط هنا معلقتين ملح. بسم الله، معلقتين ملح كبار.
يعني بقيمه 5 معالق من الصغيره دي. وهجيب بقى معلقه كبيره من البهارات اللي هي الخلطه بتاعتي بتاع البهارات اللي انا عملتها. هي مش السبع بهارات، هي اكتر شويه، لان انا يعني هي بابريكا وجنزبيل وقرفه وكزبره ناشفه وكمون وفلفل كده، وهزود برضو كمون وفلفل. بسم الله. وكمان خلطه الفراخ المشويه وشويه حاجات كده مع بعض. هجيب انا بقى هقلب كل ده كده ببعضه كده. التوابل كده ببعضيها، الريحه تحفه. وهجيب الورك كده وافدغه كده، يعني بصوا، بحيث ان الخلطه تشرب، يعني تدخل في الفراخ كلها، والصدر برضو كده اهو كده. نحطه برضو كله بقى على هذا الايه، على هذه الشكليه، يعني زي بعض كده اهو. تمام. اهو وهقلب بقى كل ده كله كده في التتبيله بتاعتي. ولو امكن تسيبيها بقى، يعني زي ما قلت لك، طول الليل في التلاجة، مش هيجرى لها حاجه، او بره، لان الجو بقى برد، يعني الدنيا بردت والجو ساقعه وكده، برضو مش هيجرى لها حاجه. لو احنا في الصيف بنحطها طبعا في التلاجة عشان الفراخ ما تبص، وطبعا عشان الطماطم برضو ما تحمضش وكده. فهي كلها، يعني بصوا، هي شربت كلها من التتبيله بتاعتي. فانا هسيبها، هي تتبيله مغطياها اهو زي ما انتم شايفين. هسيبها بقى، يعني انا ممكن انا دلوقتي هسيبها نص ساعه. تمام. تاخد وتدي مع نفسها كده في التتبيله الجميله اللي احنا عملناها دي. وبعد كده انا كمان هحط حاجه مهمه جدا، يعني انا بصراحه كنت ناسياها بس افتكرتها دلوقتي. الصويا صوص يا جماعه. الصويا صوص يعني هو اصلا عند الصويا صوص ده موجود اصلا عند العطار او في السوبر ماركت. يعني ممكن نحط كده معلقتين. تمام. بس كده. انا كنت ناسيه بصراحه، انا كنت جايباه ونسيته ونسيت ما حطيتش منه. جميل جدا جدا الصويا صوص ده. والناس اللي هتقول لي بيجي منين، هو بيجي من عند العطار، يعني اي محل توابل عندك، حتى لو انت في الريف برضو. يعني انا جايباه، انا مش موجود عندي، لا هو يعني انا مش في مدينه، بس جايباه من عند بتاع اللي هو بتاع البقاله، اللي هو بتاع سوري، بتاع التوابل، العطار يعني. ممكن انت مثلا ما تلاقيهوش متوفر، بس تلاقيه مثلا في السوبر ماركت الكبيره، او في مثلا لو انت جنبك مدينه او كده بتلاقيه. هنسيبها بقى احنا كده بالشكل ده، وهرجع لكم بعد نص ساعه. انا كل اللي هعمله ان انا هحطها بس. انا كل اللي هعمله فيها يا جماعه، انا مش هحط تحتها بطاطس ولا هنعمل اي حاجه. انا هحط الفراخ بالشكل ده في قلب الصينيه او السرفيس بتاعك، وادخلها الفرن
بس هسيبها بعد نص ساعه، يعني انا هعمل الكلام ده بعد نص ساعه، ولما تطلع من الفرن برضو هنشوف هنعمل فيها ايه. استنوني وهوريكم دلوقتي الوصفه التانية اللي انا هعملها. تمام، ثانيه واحده. انا جبت حله اهي فيها ميه يا جماعه. تمام. هسيبها تغلي، هولع عليها النار واسيبها تغلي، وهنشوف مع بعض احنا هنعمل فيها ايه. انا كنت عند الجزار وجبت العظم ده. بصراحه انا بحب شوربه العظم والله يا جماعه، بتبقى تحفه وجميله. ممكن تعملي عليها اي حاجه، حله محشي، تعملي عليها اللي انت عايزاه. الميه غلت معايا اهوت. هبدا ان انا احطه. انا ما حطيتش اي اضافات في الميه، الميه لسه بحالها، يعني ما حطيتش لا بصل ولا طماطم ولا اي حاجه نهائي. انا هسقطه بس كده، لان احنا لسه هنقشوطه ونشيل الحاجات اللي هي على الوش دي، علشان الشوربه بتاعتنا تبقى حلوه كده اهو. هو كده انا هسيبه يغلى، ولما يغلي ابدا ان انا اشيل اللي على الوش كده، واشيل الريم اللي بيبقى الابيض اللي على الوش ده عشان يبقى جميل. ودي اهي وصفه وديت الفراخ بتاعتي. لسه طبعا انا هسيبها كمان شويه، واول ما احطها في الفرن هوريها لكم. حبايبي بدأ اهو. الحاجات دي بقى لازم تتشال وتترمي كده. هنيجي بقى على الفراخ بتاعتي. احطها في قلب الصينيه او السرفيس بتاعي. بسم الله. تتبيلتها كده. افضي بقى عليها كل الصوص بتاعها ده. اهو هفضي. شوفوا، افضي انا بقى كل ده كده عليها. بسم الله. هحطها بقى في قلب الفرن واوريها لكم لما تطلع يبقى شكلها عامل ازاي. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين، انا هنا جبت بصلتين على 3 طماطمات وخرطتهم كده واحطهم بقى عليها بس كده. هنجيب بقى التوابل بتاعتي. معلقه فلفل اسود. بسم الله.
ومعلقه من خلطه البهارات بتاعتي اهو. بسم الله. وشويه ورق لوري او ورق شوربه على حسب ما بتقول عليه، و4 فصوص حبهان يعني سليم صحيح، وخلاص كده. هحط الملح، هحط 3 معالق ملح بسم الله صغيرين، المعالق كبيره، المعلقه بتاعتي صغيره، لكن لو معلقه كبيره ممكن تحطي معلقه بس ملح كبيره. هنسيبه بقى يستوي ونشوف الفراخ عملت ايه. جبت حله على ما الفراخ والعظم يستوي، فانا جبت حله هنا وهنعمل فيها لسان العصفور حمره. بسم الله. هجيب حله واحط فيها 3 معالق زيت. انا هنا عامله كيس واحد بس، عشان انا عملت كمان رز. للي ما بياكلش الرز ياكل لسان العصفور، واللي ما بياكلش لسان العصفور ياكل رز. تمام. انت بقى على حسب الكميه اللي انت عايزاها، عايزه تزودي في لسان العصفور تعملي كميه اكبر براحتك، عايزه رز بشعريه، عايزه فتة، عايزه اي حاجه، اعملي اللي انت تحبيه انت وولادك. فانا بصراحه عملت هنا، هعمل كمان كيس لسان العصفور على الرز وخلاص. يا سلام بقى لو عملتي عليه حطيتي كمان شويه شعريه عليه، بيبقى تحفه. يعني لسان العصفور مع الشعريه تحفه تحفه تحفه. جربوه والله العظيم هتحبوه، هتعملوه كده على طول واولادكم كمان هياكلوه. انا والله يا جماعه انا عملت الموجود عندي في البيت، المتاح عندي في بيتي، ما يعني ايه، حاولت اتصرف يعني. انا هحمره، مش هحمره قوي، انا هديله بس اللون الذهبي الجميل بتاعه، واحط عليهم شويه شعريه بسم الله كده. يعني حطيت على كيس لسان العصفور حطيت كوبايه من الشعريه، او ممكن تحطي نص الكيس، فانا هحط بقى كله خلاص. يعني كيس لسان العصفور حطيت عليه نص كيس شعريه. تمام. لو ما بتحبيش شعريه على لسان العصفور بلاش خالص، ممكن تعملي شعريه صافي، او ممكن تعملي رز بشعريه براحتك. خلاص اهو اخد اللون الذهبي بتاعي الجميل، انا مش عايزه اكتر من كده ومش هغمق عن كده. وهبدا بقى ان انا هجيب مصفى واحط شويه بسم الله من الشوربه اللي انا عملتها. هتقولوا لي شوربه البط، سوري العظم، هقول لكم جربوها والله العظيم جميله جدا. وبعدين هي تعتبر شوربه لحمه، يعني هي شوربه اللحمه كمان الشوربه على الرز او على الرز بالشعريه او لسان العصفور تحفه تحفه تحفه. مش هنحط اي حاجه لان هي عليها كل التوابل بتاعتها، وكمان اخدت نكهه اللحمه الجميله. اهو يا جماعه انا بصفيها بس عشان الحاجات دي ما تبقاش في قلب اللسان بتاعنا، وخلاص على كده اهو كده. تمام. بقى احنا مقلبينها كده بسم الله، بس احنا هنزود لها كمان شويه ميه، هي تعوز كمان شويه ميه، بس مش هنحط لا ملح بقى ولا اي اضافات تانية. يعني هي
هي خلاص احنا واخدينها كده باللي فيها من الشرب. محطوط عليها حبهان وورق لوري وكمون وفلفل، بسم الله، وملح والبهارات الجميله بتاعتنا. فانا هحط كمان كوبايه ميه عليها بس، وهسيبه بقى لما الميه تنشف منه ويغلي. هنوطي عليه النار ونسيبه يستوي مع نفسه. تمام. نشف من الميه، هبدا بقى انا هوطي النار خالص عليه سهريه، وحطيت الشياطه وهغطي عليه واسيبه بقى يستوي. استوت اهي، هطفي عليها بقى. وكمان اللسان بتاعنا طاب استوى خلاص، هطفي برضو عليه. فاضل بقى الفراخ هوريها لكم لما تطلع. حبايبي كان شكل الاكل بعد ما خلص. يا رب الوصفه النهارده تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه عشان طبعا الدعم بتاعكم. واستنوني فيديو جديد واشوفكم على خير. باي باي.